بعد فوز الزمالك امبارح ومواصلة تصدره للدوري الممتاز بفرق نقطتين دلوقتي عن بيراميدز وثلاث نقط عن الاهلي، الزمالك محتاج نقطة واحدة عشان يفوز بالدوري. الحلقة دي معمولة مخصوص عشان نتكلم عن الزمالك بشكل عام وعن جمهور الزمالك طبعا. لو نتكلم عن الزمالك هنتكلم ان الزمالك عبارة عن فرقة عاملها لاعب سوبر، لاعب لما بتحتاجه بتلاقيه، تحتاجه في ماتش مهم هتلاقيه، نص نهائي كونفدراليه هيوديك نهائي، ماتش زي امبارح متقفل يقوم مكسبك، ماتش زي بيراميدز تقيل هيقوم جايب لك جون ويبقى جون المكسب. لعيب هو معنى كلمه سوبر، هو اخوان بزيرة والله ما شاء الله عليك يا لاعب، لعيب كبير قوي. الحمد لله ان احنا جبنا واحد زي ده، لو نقدر نخليه معانا فتره كبيره هيبقى مكسب كبير قوي لينا، بس ما اعتقدش ان احنا نقدر على كده لان اكيد ده هيجي له عروض كتير قوي. لاعب تاني عايز اتكلم عنه واديله حقه هو عدي الدباغ، وده الدباغ المظلوم جدا معانا، مظلوم لما بتلعبه وينج يمين او وينج شمال لحساب ان ناصر منسي يلعب مهاجم اساسي، مع ان عدي هو هداف الفرقه في الدوري ب9 اجوان، جايب 3 اجوان في الكونفدراليه، هدافها اصلا هو اخوان بزيرة ب4 اجوان، فهو من الهدافين كمان. 9 اجوان في الدوري من غير ولا ضربه جزاء، بنص عدد دقايق لعب اي واحد تاني في المهاجمين اللي هم الهدافين بتوع الدوري من غير ولا ضربه جزاء. طبعا عدي الدباغ مهاجم تقيل قوي، بيتميز عن ناصر منسي في حاجات كتير قوي، مهاجم جوه الصندوق اكتر من ناصر، مع ان ناصر خطير جدا على فكره جوه الصندوق، بس عدي اخطر منه، لعيب كوره عنه، بيعرف يستلم تحت ضغط، بيعرف يستلم وظهره للجون، وبيعرف يوزع لعبه كويس قوي، ومهاري بيعرف يعدي واحد على واحد. انما ناصر ما عندوش اي حاجه من دي غير ان هو خطير جوه ال 18. فظلم كبير لعدي اللي احنا اصلا بنريح ناصر على حسابه. انا عندي تريح عدي وما تريحش ناصر، سيب عدي في المنطقه. شوف امبارح الجون اللي جابه لمسه عالميه من اخوان بزيرة، بشوف التحرك ومشى ازاي في ظهر المدافع عشان يكسر التسلل ويبقى قدام الجول لوحده، الكوره جاله لوحده وركنه على طول بدماغه، مش بقوه ولا حاجه، لا بعقل، هو حطها في الزاويه عكس اتجاه حركه الجون، فالجون فضل واقف ثابت مكانه. فانت عندك عدي لاعب كبير قوي. على فكره تفتكرني يعني واحد مخي تعبان او مجنون اللي هقوله ده، بس شيكو بنزا على فكره مؤثر والله في موسم الزمالك، مؤثر جامد قوي. شيكو بنزا لعيب ما ينفعش تبدا بيه اساسي، شيكو بنزا تنزله جوه الشوط الثاني مش في اوله، بعد ما الشوط الثاني يبدا ب15 دقائق او ربع ساعه، لما تكون متقدم فالفرقه تفتح مساحات. اللاعب ده بيتميز بالسرعه، بس سريع قوي، هيوصل للجون، هيجري زي القطر. فشيكو بنزا والله مؤثر، 3 نقط بتوع بيراميدز مؤثر فيهم، 3 نقط بتوع مودرن سبورت مؤثر فيهم، فهو لا لعيب مؤثر السنه دي مع الزمالك يعني. طبعا هو لعيب مش مكتمل خالص وممكن يكون اقرب للسيء من الجيد، بس والله لعيب مؤثر معاه، على الاقل ما بيبخلش عليك بنقطه عرق من اللي عنده، ده امكانيات، ده اللي يقدر يعمله، هو ما بيبخلش بيهم، هو بينزل يعمل اللي هو عارفه اللي هو قادر عليه. فوالله انا بشوف مثلا حتى لو السنه الجايه فكنا القيد وعرفنا نجيب صفقات، انا عايز شيكو بنزا ده يفضل كبديل، لان هو هيفيدني والله في الحته دي، ساعه لما ابقى متقدم على فريق 1-0 والاقيه فتح المساحات وجاي يهاجم، ده هيفرق معايا في المساحات جامد. عايز اتكلم كده عبد الله السعيد اللي اتسلخ الفتره اللي فاتت، وكان حق الجمهور ان هو يتكلم عليه وحش، حق الجمهور ان هو يعيب فيه بصراحه، لان عبد الله كان سيء، بس امبارح عامل ماتش والله لو واحد عنده 25 26 سنه ما هيقدم الاداء ده ولا بالقوه البدنيه دي. عبد الله عامل كل اللي عليه في الكوره وبيرجع يدافع في اخر الماتش يا جماعه. الراجل ده ياخد حقه على ماتش امبارح، وان شاء الله يكون سبب من الاسباب بتاعت اللي احنا نرجع من الجزائر بمكسب ان شاء الله، مش بتعادل حتى. احمد فتوح لاعب كبير، لو سمحت يا فتوح يعني حاول تكيف نفسك، كيف نفسك، ما تتوبش دلوقتي، كيف نفسك هتفوق اكتر، ما تتوبش دلوقتي، انت اكيد فاهمني. محمد اسماعيل صفقه من احسن الصفقات اللي دخلت الزمالك بصراحه بقالنا سنين، لعيب جوكر، قلب دفاع هتلاقيه موجود، باك يمين هتلاقيه موجود، نص ملعب هتلاقيه موجود، هو موجود معاك في اي حاجه. امبارح كرة الجون هو اللي قطعها اصلا من الاول، وفضل يجري لغايه لما جه الجون، وصل لغايه المنطقه ونام على الارض وسجد بعد الجون. لعيب مجتهد، لعيب كبير قوي والله، ومستقبل كبير للزمالك في الحته الدفاعيه، وحتى نص الملعب لما تحتاج. حسام عبد المجيد وموقف الجمهور معاه اللي قليل قوي اللي هيفهم قدر اللي الجمهور عمله لحسام، او اصلا تقدير الجمهور للعيبه بعد الخساره من الاهلي 3 لما قعدوا يحيوهم امبارح يقولوا له معلش معلش العب ما يهمكش. الجمهور ذكي جدا يا جماعه، الجمهور ذكي متعلم، الجمهور ذكي مثقف والله، ذكي وعارف بيعمل ايه. انت داخل على اهم 3 ماتشات في الموسم،
ماتشين نهائي الكونفدراليه وماتش سيراميكا بتاع الدوري انت مش عايز تخسر لاعب تضغطه، فبتحاول تأزره. فهو حسام بس اللي انا بطلبه منك يا حسام في الفتره دي ما تتفزلكش، العب على طول، بلاش البساط ما بين المهاجمين وما بين الخطوط دي عشان انت ما بتعرفش تأديها. لو بتعرف تأديها والله هنقول لك انت بتعرف، لكن هو واحد اللي بيعرف يأديها هنا في مصر محمد عبد المنعم ومشي. لو بتعرف تأدي ده هيجي لك عروض احتراف والله، انها مش هيجي لك لان انت ما بتعرفش تأديها، ولما بتأديها بتعمل كارثه على فريق. فحسام ما تفزلكش والعب العادي بتاع اي مدافع. محمد اسماعيل يعملها لان هو بيعرف يعملها، انت ما بتعرفش. فحسام بطل تأليف بالله عليك. الونش الرجوله، الونش اللي محدش يقدر يختلف عليه والله، الونش اللي مهما غاب ويرجع تلاقيه كأنه لسه كان بيلعب الماتش اللي فات. الونش الراجل اللي تقدر تعتمد عليه في اي وقت وما تخافش منه. تحيه كبيره للونش، تحيه كبيره قوي 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 للمهدي سليمان، مصدر الامن مصدر الامان للجماهير الزمالك، صاحب التصديات اللي هتبقى تصديات الدوري والكونفدراليه ان شاء الله. الكونفدراليه صدت واحده انا ما اعرفش صدها ازاي، اللي اتلعبت له في المنطقه دي وصدها بطرف ايده كده وهو قاعد على الارض امبارح في ماتش سموحه، ماتش الاتحاد، انفرادات كلها وبيصد ما شاء الله عليه. المهدي سليمان حارس كبير قوي مديلنا امان والله، وان شاء الله رايح كاس عالم كمان. محمود بن تاير باك شمال زي ما الكتاب قال والله، دفاعيا وهجوميا، هو دفاعيا هجوميا والله العظيم باك شمال عالي قوي كمان. والله لعيبه الزمالك كلهم رجاله، لعيبه الزمالك ان شاء الله ان شاء الله انا واثق فيهم، واثق ان احنا نقدر نيجي من الجزائر بمكسب مش بتعادل حتى، بس ربنا يطمنا الاول على اخوان بزيرة اهم حاجه، لان ده هو عمود الفرقه الاساسي واهم واحد موجود مع عدي الدباغ طبعا ومحمد اسماعيل، اهم ثلاثه في الفرقه والله. ربنا يطمنا عليه وان شاء الله هنرجع من الجزائر بمكسب ان شاء الله. هناخد الكونفدراليه هنا وسط جمهورنا وفي استاد القاهره في اخر ماتش قصاد سيراميكا، الثالثه يمين هتبقى متقفله ان شاء الله عشان يحتفلوا بالدوري مع اللاعبين ان شاء الله خير. ان شاء الله الزمالك بطل دوري الكونفدراليه. الجمهور بقى، الجمهور ده اهم حاجه في منظومه الزمالك. الجمهور هو الوحيد اللي كان مصدق، وبعض الجماهير مش اغلبها عشان احقاقا للحق، اغلب الجماهير كانت شايفه ان الموسم ده صفري، موسم انت يا رب تصعد فيه كونفدراليه مش حتى دوري ابطال. فانت حققت عكس المتوقع، عملت حاجه غريبه اصلا مش منطقيه اعجازيه. والجمهور في بعض منه كان مصدق في الفرقه، احمد دودار كان مصدق في الفرقه، الالتراس كان مصدق في الفرقه وكانوا بيروحوا يدعموا وبيقولوا الزمالك بطل الدوري والكونفدراليه. الالتراس فضل واقف ورا الزمالك لغايه لما الزمالك تصدر الدوري وصل نهائي الكونفدراليه. الالتراس فضل موجود مصدق في اللعيبه دي وبيشد من ازرهم حتى في اوحش المراحل بتاعه الدوري، خساره من الاهلي 3 بتلاقيهم بيساندوا. تكسب سموحه بالعافيه يقوم ماسكين اللاعب اللي خسرك من الاهلي 3 وكان سبب كبير يساندوه يقولوا معلش يلعب ما يهمكش، ويغنوا للفرقه ويعملوا لا، فدور الجمهور هو اهم دور موجود في المنظومه، هم رقم واحد موجودين والله. فان شاء الله خير وان شاء الله بالجمهور ده الزمالك يستحق يكون بطل للدوري وبطل للكونفدراليه بعون الله.